السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول بيقول: ممكن توضيح أكتر لجملة لأن ما يتسلسل لا يتحصل؟ مش مفهومة بالنسبة لي. طيب خلينا نقول حاجة. أنا عندي جامعة، الجامعة دي عشان خاطر تبقى جامعة محترمة وجامعة كويسة لازم يعترف بيها من جامعة اللي هي جامعة إيه؟ جامعة باء. الجامعة باء دي عشان خاطر تبقى جامعة محترمة لازم تكون معترف بيها. هيبقى معترف بيها من ايه؟ من جامعه اللي هي جامعه ايه؟ تخيل ان مطلوب ان هي تكون معترف بيها من جامعه الف. طب ما هي جامعه الف عشان تبقى جامعه معترف بيها محتاجه انها تكون معترف بيها من جامعه باء. طيب خلاص، وعشان خاطر باء تكون معترف بيها يبقى لازم تكون معترفه من جامعه الف. طيب وبعدين هنعمل ايه؟ لو احنا ما عندناش الا جامعه الف وجامعه باء، دي سلسله ملهاش طرف. لازم عشان تتوجد دي تيجي حد مش جامعه ويبدا الموضوع. يعني مثلا خليني اقول لكم حاجه، انا عشان ابقى موجود لازم اكون موجود من بابا وماما. طيب بابايا عشان يبقى موجود لازم يكون برضو جاي من بابا وماما. طب وبابا عشان يكون موجود لازم يكون من بابا وماما. لحد امتى؟ لغايه ما يجي واحد لازم يكون مش بابا ومش ماما، يخلق بابا ويخلق ماما وتبتدي السلسله. انما لو السلسله دي اعتمدت على نفسها لا تحصل، فلا تتحصل وتتم هذه السلسله إلا إذا جاء أحد من خارج هذه السلسلة وأنشأها. إنما لو اعتمدنا عليها لن تتحصل.